السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي حبيت أوريكم طريقة الكحك والنعم الجميل اللي أنا لسه منزلة الفيديو امبارح، لا من كام يوم كده قبل العيد يعني. فكان جميل وناعم وطعمه وكل حاجة، فقلت أعمله تاني قدامكم. فجبت كيلو دقيق، هنبشه بالمعلقة لا بمضرب ولا بعجين ولا بأي حاجة، بالمعلقة وبنبشه. بيطلع ناعم وجميل وأحلى كحك إن شاء الله. حطيت هنا كيلو دقيق، ذرة ملح، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة ديت مليانة ريحة كحك، 4 معالق سمسم كبار، سمسم بقى على حسب ما الواحد بيحب يعني. وقدحت السمنة، نص كيلو سمنة و50 جرام زيادة، وقدحتهم وحطيتهم على الدقيق، وقعدت بس بقى بالمعلقة بس. ما شاء الله تقعدي تبصي كده وهو سخن، ولا بإيدنا ولا بالعجان ولا بحاجة، بالمعلقة لحد ما تمتزج كله وبقى عبارة عن كتلة واحدة. لو خدنا كده حتة نقول ده هو ايه، عجينة، لأنه كله اتشرب بالسمنة. وقعدت طبعا أقلب فيه لحد ما برد، لأن مينفعش نحط الخميرة وهي سخنة عشان ما تتفاعلش وتتفاعل تبقى كويسة. يعني لو حطيناها وهي سخنة جدا السمنة هتبقى طبعا ممكن الخميرة تموت وما تتفاعلش. فأنا جبت كوباية مية ديت، ممكن ما تاخدهاش كلها عشان يبقى ناعم، السوائل تبقى قليلة، وحطيت نصها هنا، وحطيت عليها معلقة خميرة مليانة ومعلقتين سكر. بسم الله ما شاء الله، لسه محطاها حالا واهي ما شاء الله تفاعلت. انا بستعمل خميرة دريم جميلة جدا، فهو ما شاء الله. هحط بقى النص كله ما شاء الله. هحط فيها شوية مية كمان عشان ده كده برضو ما خدناش الكوباية، وانا كده يعتبر مش هناخد سوائل تاني عشان يبقى ناعم. بسم الله ما شاء الله. نبدأ بقى كده نلمهم بإيدينا لما بس مش عجب. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بس كده، اللهم صل على النبي، ونصلي كده على الرسول واحنا بنعمل حاجتنا ونسمي الله، بتطلع احلى حاجة. اللهم صل على حضرة النبي. بنلم بس، بنلم المية كده يتشرب المية بس كلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يطلع جميل والله وناعم في منتهى الجمال. نشرب المية بس كلها، نقلب المية في الدقيق كله مبسوس لحد ما يدينا عجينة ملمومة ما تشققش. يبقى كده ما نكترش السوائل عشان ما ينشفش مننا ويبقى زي العيش. بنلم المية كلها اللي احنا حطيناها. اعتبر حطيت كوباية الا ربع، بقت كتلة واحدة. معلش عشان انا بس بصور بايد، بصور بايدي وماسكة وبعمل بايدي يعني. ما شاء الله. ناخد حتة كده، لو عملناها كده بتشقق بسيط. اروح حاطة حبة مية صغيرين جدا، يبقى هي برضو خدت كوباية الا ربع زي ما انا قلت برضو، لان انا عاملاها قبل كده بالمقدار ده، خدت كوباية الا ربع بس. نشرب برضو شوية المية دول. اللهم صل على النبي. وبنقطع على طول طبعا، ما بنسيبوش يخمر، نلم بس العجينة ونروح نجيب القطاعات وبنقطعه وبالمقاش، وبيطلع جميل ما شاء الله. ما شاء الله. ناخد حتة كده، لو عملناها كده بتشقق بسيط. اروح حاطة حبة مية صغيرين جدا، يبقى هي برضو خدت كوباية الا ربع زي ما انا قلت برضو، لان انا عاملاها قبل كده بالمقدار ده، خدت كوباية الا ربع بس. نشرب برضو شوية المية دول. اللهم صل على النبي. وبنقطع على طول طبعا، ما بنسيبوش يخمر، نلم بس العجينة ونروح نجيب القطاعات وبنقاش، وبنقطعه
فتحنا. تعملوا بألف هنا وشفا. طبعا انا كنت مقطعاه مسوياه، فانا بوريكم بس ايه، انا يعني في الفيديو اللي قبل دوت كنت مسوياه ومقطعاه، فانا بوريكم بس ايه طريقته. بقى حتة واحدة ولما من البولة هنعمل كده. مش عارفة اتملك الموبايل اول، معلش. خلاص كده، خلاص الحمد لله. هقوم بقى اجيب الصواني نغطيها طبعا عشان ما تنشفش. نعمل بقى كده، طبعا بنلفها بين ايدينا الاتنين، ونروح حاطينها ياما بالمنقاش اهي. ما شاء الله، ولا شقات ولا اي حاجة. تشكلوها زي ما انتوا عايزين كده. هي كده ما نحطش ميه تاني عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش ناشفة. تعملوها بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.